السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. مخاطبتكم الأستاذة رجاء الحاج منصور بن علي المحامية. صباح الخير يا توانسة. أريد أن أذكر من ذاكرتهم قصيرة لأقول إن هنالك تحركات غريبة ونسمع عن أخبار أغرب منها، تحركات غريبة يقودها البيجي قائد السبسي. هكا توا باش يعمل لنا من اجتماع لاجتماع يلم في شمل التجمعيين والتساترة التجمعيين، لأن التساترة صحاح ما قعدوش في التجمع، تم إقصائهم. ثم من هنا وهناك نسمع وأنه تم إيقاف سيارة معناها فيها أسلحة، تم التفطن إلى سيارة كانت حاملة للحي، وهذا الكل معناها يصب في مصب واحد: أزلام التجمع، خلايا التجمع النائمة بصدد التحرك. لويش قاعدة تحضر في ضربة أمنية كبيرة ياسر، معناها ماهيش سهلة راهي. وهذايا اللي باش يعملوه المخطط متاعهم من بعد باش يتسمى ويتقيد على السلفيين. هذا هو المخطط اللي باش يقوموا بالعملية الإجرامية متاعهم. منجموا يكونوا كان متواطئين مع الوجوه السيئة اللي قاعدة تحب ترجع الساحة السياسية بعد موتها سياسيا. ناس فشلوا سياسيا، 50 سنة يحكموا في تونس، ما جابونا كان الفقر والتهميش والظلم والطغيان وفضيحة شيخ شارنيكال أكبر دليل على فشل هؤلاء. وأن نحن كنا محكومين بعصابة من السراق وبعصابة من الدكتاتوريين. يا توانسة فيقوا، يا توانسة ما عادش تعطيوا وذنيكم لهالناس هذوما اللي قاعدين يسوقوا للوسطية والحداثة. وسطية متاعهم نعرفوها والحداثة متاعهم نعرفوها، لهم وسطيين بل هما ديز اكستريميست. ناس هذوما ديز اكستريميست ما تصدقوهمش. ما الكلام المعسول متاعهم الكل راهو كلام معناها عرفتوه، كلام الليل مدهون بالزبدة. نحن بعد الثورة متاع 14 جانفي يستحيل نخليه التجمع يعاود يرجع يحكم فينا. راهو كان رجع التجمع وكان هكا يظهر لكم انه هو تغير، ماهوش صحيح. التجمع هو التجمع والتساترة التجمعين هما وبالعكس المرة هذية باش تكون معناها عملية استئصال من الجذور وترجع تحل حبوسات لكل واحد مشى في الثورة، سواء كان منتمي أو مستقل. ننبهكم للشيء هذايا، راهم قاعدين يتحركوا وقاعدين ينشطوا وقاعدين يبعثوا في رسائل لبعض الوجوه المعروفة في تونس والشخصيات ويهددوا فيها. ومن أنذر فقد أعذر. نحن معلينا كان نقاوموا هذه الظاهرة، هي ظاهرة مجرمين، ناس مجرمين يحبوا يعاودوا يحكموا، ما يحبوش هما يتحاكموا على فسادهم. حتى كان نقولوا معناها محاسبة ثم مصالحة ما يرضاش، ما يرضى كان بالكرسي. وعندهم في الشق هذايا رجال أمن متمردين وقاعدين يمارسوا في ممارسات غير عادية على الشعب التونسي. حتى في عهد بن علي ما صارتش. الاعتداء على أستاذ جامعي راهو يصعب ياسر في عهد بن علي، الاعتداء على محامي راهو يصعب ياسر في عهد بن علي. قله وانا درب باش نسمعوا الشيء هذا، بل بالعكس اعطيهم تعليمات وقولوا لهم فما ناس ما تمسوهمناش.
توا من تحت لتحت نمعسوهم، اما ما تعملوناش فضيحه. هذوما راهم قاعدين يطلعوا الماء للصعده باش تصير مواجهه، في المواجهه هذيا هما مخططين مخطط كبير ياسر باش ينقلبوا على الثوره. سلام الله عليكم.